السلام عليكم. جربتوا قبل كده إحساس إن أنتم متجمدين في الأرض؟ كأن في سلاسل ماسكاكم، كل ما تحاولوا تتحركوا السلاسل دي تشدكوا وتثبتكوا أكتر في الأرض. جربتوا إحساس العجز، إحساس التجمد، إحساس إن العالم كله حواليك عمال يجري بوتيرة سريعة جدا وأنت متجمد في مكانك؟ والأصعب إن العالم في وتيرته السريعة دي ما يكونش حاسس بيك، يكون الظاهر ليهم ان انت بتتحرك، انت كمان عايش زي ما كل الناس عايشين، عايش وبتروح الشغل، بتروح المدرسة، بتروح الجامعة، بتقضي واجباتك الزوجية في البيت، تاخدي بالك من الولاد، لكن انت داخليا في حالة تجمد. جربتوا احساس ان انتوا عايزين تصرخوا بصوت عالي بس مفيش حد سامعكم، رغم ان انتوا بتبقوا حاسين ان انتوا صوت صراخكم جاي باخر الكون؟ جربتوا كل الاحاسيس دي قبل كده؟ اعتقد كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي اكيد جربوا، لان الاحاسيس دي دايما بتبقى مرتبطة باي انسان مر بظروف او بموقف صعب. كتير بيربطوها فيما بعد الصدمة، في الانسان اللي مر بصدمة بيحصل له كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. السؤال بقى، اساعد ازاي نفسي ان انا اخرج من حالة التجمد دي؟ صوتي يتسمع للعالم، اعرف اطلب العون والمدد، الناس تحس ان انا مش عايش. طب وهعمل ايه بقى؟ حاسسهم ما عادي، ما انا بتكلم ساعات وبقول وما حدش بيحس بيا، كل واحد بيقول يلا نفسي، كل ما باجي اتكلم الناس بتعلي عليا اكتر، انا مش لاقي نفسي، انا بالعكس انا لوحدي كده هعرف ان انا اتجاوز واعدي. طب تجربتكم بتقول ان انتوا لوحدكم عرفتوا تتجاوزوا وتعدوا؟ يعني انتوا لوحدكم كده كويسين؟ يعني انتوا قادرين فعلا تعيشوا ولا بتكبروا؟ لازم تكونوا صراحة مع نفسكم جدا، لازم تعرضوا المشكلة قدام نفسكم بصورة واضحة، مفيش حد حاسس بيكوا غير انتوا ونفسكم بس. كتير في كتب الصدمة والتعافي من الصدمة بيتكلموا عن خطوات كتيرة جدا جدا للتعافي. طبعا احنا مش في مجالنا دلوقتي ان احنا نتكلم عنها بصورة علمية مستفاضة يعني، لكن انا جاية اكلمكم في شوية حاجات بسيطة تبان لكنها مؤثرة جدا جدا عشان تاخد بإيديك وتعرف تعدي من حالة التجمد اللي انت فيها، عشان صوتك يتسمع. اولا، ان انت تعترف ان انت فيك حاجة، ان انت مش كويس. لان كتير لما بيجولي في الاستشارات بيبقوا جايين بيسألوا عن العالم الخارجي، وبشوية أسئلة بسيطة ببقى عارفة ان هم مش كويسين. فأول حاجة بحتاج ان انا اشتغل معاهم فيها في الاستشارات، اعترف ان انت مش كويس، اعترف ان انت عندك مشكلة، ان بداية الاعتراف هي نص الطريق. فأول حاجة لازم تعترف ان انت مش كويس. تاني حاجة لازم تسأل نفسك او تسألي نفسك، انا مش كويس عشان ايه؟ او انا من تاريخ ايه ابتدت حالتي تتدهور كده؟ ايه الحدث اللي حصل في حياتي؟ ومش ضروري يكون حرب على فكرة، مش ضروري اكون اتعرضت لحادثة بشعة، بس ممكن يكون حدث يبان ظاهريا ان هو بسيط الا ان هو داخليا اثر فيا جدا جدا. فلازم اعترف انا ايه الحدث اللي كانت تيرنينج بوينت في حياتي، اللي كانت نقطة التحول في حياتي. هيفرق جدا، هيفرق لو قررت ان انت تستعين كمان بحد ان انت تبتدي مع رحلة العلاج. هتفرق مع نفسك لو انت ابتديت رحلة العلاج مع نفسك، ان انت تشوف طب الحدث ده اثره عليا ايه؟ طب انا ليه اتأثرت قوي كده؟ طب انا بجد رد فعلي كان مناسب لقيمة الحدث، ولا انا كبرت رد الفعل في نفسي فانا محتاج اراجع رد فعلي قدام نفسي؟ اسئلة كتيرة جدا بقى في العلاج في نقطة الايه؟ الحدث ده. يبقى انا هعترف، هشوف التيرنينج بوينت او اشوف نقطة التحول في حياتي. تالت حاجة ابتدي استعين بحاجات بسيطة جدا ببلاش من غير اي حاجة، تبتدي بس ترجع لي حالة اليقظة لدماغي. ليه؟ لان مرحلة التجمد او مرحلة الصراخ او مرحله الثبات في الارض اللي احنا بنتكلم عنها دي بتبتدي تعمل حاله انفصال ما بيني وما بين الواقع. تبقى عايش ورايح وجاي وتتجوز وتتطلق وولادك يحصل لهم مش عارفه ايه، وتيجي بعد كده لما تيجي رحله العلاج تقول لك انا اعرف ناس حقيقي ومش تمثيل اتجوزوا واتطلقوا وهم، تقول لك انا حاسه ان هم بيحكوا لي عن حد غريب مش انا حاسه ان انا كاني كنت طيف في القصه دي، بس انا حقيقي مش فاكره،
انا مش فاكراه، مش فاكراه حتى لما كان بيقرب مني، مش فاكراه لما كان بيتكلم معايا، مش فاكراه. هي مش بتهزر على فكره ومش بتمثل، هي كانت في حاله انفصال. جسمها ماشي وعماله تاخد قرارات او تتزق على قرارات غصب عنها، لكن هنا هو مش متصل بالواقع. فلما تبتدي رحله العلاج وتبتدي بقى ده يحصل له ريفرشمنت كده، هو وتبتدي تفتكر الاحداث، بيجي لها حاله صدمه بالقرارات اللي اخدتها وهي مش دريانه. طبعا الناس اللي بره اللي بتقعد تنظر على الناس بقى ويا سلام والكلام ده مش حقيقي، يعني ايه حد يتجوز، يعني ايه حد يسافر، يعني ايه حد كده، دول ملناش دعوه بيهم. انا بكلمكم عن حاجات في ارض الواقع صوابع العشره فيها وعارفه كويس قوي، مش انا بس، اي حد متخصص واي حد بيشتغل في المجال، اي طبيب هيقول لكم اكتر كمان من الكلام اللي انا بقوله. طيب انا محتاجه اعمل ايه في رحله علاجي عشان خاطر افك القيود اللي ماسكاني في الارض؟ محتاجه ان انا ارجع اليقظه لدماغي بتمرينات بقى وحاجات كتيره جدا. خليني بس اخد منها تمرينين بس دلوقتي علشان خاطر يعني احنا عايزين نلم في الحلقه او في الحلقه النهارده اغلب الحاجات اللي محتاجين نتكلم عنها في الموضوع. اول حاجه تمرينات التنفس، واوعوا اوعوا اوعوا تستهونوا بتمرينات التنفس. كم الاكسجين اللي بناخده بنحبسه فيبتدي ان هو يدخل بقى هنا اهو في الاوض المغلقه في كل مخي اللي حصل له عمليه تعطيل، وخرجه تاني. ده يعني خشوا اكتبوا في اليوتيوب عن تمرينات التنفس واهميه تمرينات التنفس وكيفيه، اصل تمرينات التنفس دي ليها طرق كتيره جدا، وكيفيه تمرينات التنفس هتحسوا بقد ايه الموضوع مهم من الناحيه العلميه التشريحيه بعيد عن الناحيه النفسيه. الاكسجين اللي انا محتاجه ادخله في جسمي بشكل معين هيفرق جدا جدا، لان هنا في اوض في المخ بتتعطل في حاله الانفصال عن الواقع ده. فانا محتاج ان انا ارجع وقود للاوض اللي في المخ، زي العربيه اللي قاعده في الارض ما بتتحركش بسبب ان ما فيهاش بنزين. فانا محتاج انا محتاج ان انا ارجع احط بنزين في قلب العربيه عشان العربيه ترجع تمشي. فانا محتاج احط وقود في المخ عشان المخ يرجع يشتغل والاوض اللي اتعطلت هنا ترجع تشتغل. فبليز جدا دوروا على تمرينات التنفس. ابسط تمرين، واكتموا النفس. اولا تبقوا قاعدين بشكل مريح جدا، ظهركم مفرود، رجليكم على الارض، قاعدين مستريحين جدا، تمام. ايديكم الاثنين على رجليكم، حسوا كده باطرافكم وهي لامسه لبعض، حسوا بايديكم وهي لامسه رجليكم كده. يعني انا نزلت رجل مع رجل، هي مش باينه في الكاميرا، بس ايديا الاثنين على رجلي ورجلي الاثنين على الارض، فرده ظهري، قاعده في كرسي مريح. يا سلام لو حاجه ليها مسند عشان خاطر اسند ايديا، تمام. هاخد نفس، هكتمه كده جوايا 7 ثواني 8 ثواني على قدر ما انا قادره ان انا استحمل، واخرجه في هدوء. اعمل العمليه دي حوالي 10 مرات، هتفرق معاكم جدا. اعملوها اكتر من مره في اليوم. خشوا اكتبوا على التمرينات المختلفه وكل تمرين ايه لازمته او بيعمل ايه، حقيقي هيفرق معاكم. هتبتدوا ان انتوا تشغلوا المكن العطلان. طيب شغلنا المكن العطلان، نعمل ايه تاني؟ نعمل اي حاجه من تمرينات اليقظه. زي ايه؟ هنبص على زرعه، ماشي، هنبتدي نتاملها لمده 30 ثانيه. تفاصيلها. اللي عنده انفصال عن الواقع بتبقى لا الا مش شايف الزرعه خالص، لا الا شايفها كده طشاش، هو بالنسبه له هي صوره منغبشه، هو مش قادر يركز في تفاصيلها. هتبتدي ان انتوا تبصوا عليها، تبصوا على التفاصيل، تبصوا ان في تحت كده زرع صغير طالع، وفي فرع كامل طالع هنا، ورقها في ورق كامل بشكله كده سيمتري كده اهوت، وفي ورق منه لا اطرافه معوجه. خلصتوا البسط في حوالي 30 ثانيه. غمضوا عينيكم وحاولوا ان انتوا تسترجعوا شكل الزرع بكل التفاصيل اللي انتوا قلتوها. حاولوا ان انتوا تقولوها بصوت عالي، هتفرق معاكم التمرينات دي. برضو خشوا اكتبوا تمرينات التيقظ على اليوتيوب، هيطلع لكم تمرينات كتيره جدا 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 ان انتوا تعملوها. حاولوا ان انتوا تستمروا على التمرينات دي، اوعوا تستهونوا بيها، اوعوا تستهونوا بيها. انتوا بترجعوا تاني الوقود للمكن العطلان اللي في قلب مخكم. طيب عملنا التدريبات لوحدنا مش هنقدر نكمل. هنعمل ايه؟ عايزه تتعاملي مع حد مختص، اتعاملي. مش قادر تتعامل لاي سبب من الاسباب، ابتدي ان انت شوف في الدايره اللي حواليك، في الدايره اللي حواليك مين حد ثقه وامان تقدر ان انت تقول له تحوط نفسك بيك. من ضمن الحاجات اللي دايما بيستخدموها فيها 3 علاجات بيستخدموها اطباء علم النفس في علاج الصدمه، وافتحوا كده امهات الكتب وانتوا هتلاقوها. تمرينات التيقظ واليقظه، تمرينات التنفس واليقظه، البيئه الامنه
اسمها كده البيئة الآمنة، البيئة اللي تحس معاها بالأمان. وتغيير البيئة المحيطة لو كانت عاملة لك أي ضغط. فاحنا عملنا تمرينات التيقظ والتمرينات التنفس. محتاجين بيئة آمنة، محتاجين صحبة آمنة، محتاجين ناس يكونوا شبهنا، محتاجين ناس نقدر نتكلم معاهم، محتاجين ناس نقول لهم أنا بمر بمرحلة صعبة جدا ومحتاجكم معايا. وكون حاطط سقف توقعاتك بشكل عملي جدا، انت محتاج منهم ايه، وكون محدد انا محتاج منكم. لما تلاقوني في الحالة الفلانية معلش انا محتاج منكم 1 2 3، ده هيريحني جدا. لما تلاقوني شردت كده هوت، حاولوا ان انتوا تشدوني. انا كتير جدا بيجيلي نوبات عياط، انا مش ببقى عارف ايه، انا محتاجه حد بس يبقى قاعد معايا يطبطب عليا وياخدني في حضنه. شوف انت محتاج منهم ايه. البيئه الامنه دهيت او الصحبه الامنه دي من مفيش حد لوحده يا جماعه بيعيش، مفيش حد لوحده بيسرفايف، مفيش حد لوحده بيقدر ان هو يبقى البطل الخارق اللي هيقدر ان هو يطلع من كل الصعاب. ده الحيوانات عندهم بيئة، عندهم قبيلة، الطيور عندهم قبيلة، الحشرات عندهم قبيلة، الفرقة الموسيقية دي قبيلة، الماتش اللي انت بتتفرج عليه دي قبيلة اسمها فرقة، فريق كرة قدم، فريق موسيقى، فريق مسرح. مفيش حد لوحده كده بسولو كده بيطلع ان هو لوحده يقدر يسرفايف. حتى اللي بيطلع يغني لوحده من غير لا فرقة موسيقية ولا اي حاجة، في حد كتب له الكلمات وحد كتب له حد عمل له الالحان، وهو في الاخر طلع غنى لوحده. مفيش حد لوحده بيقدر تسرفايف، احنا محتاجين ناس حوالينا. حاوط نفسك بناس آمنة، حاوط نفسك بناس تحس معاهم بالأمان. طيب آخر حاجة دلوقتي هنقولها، آخر حاجة، غير البيئة اللي عاملة عليك ضغط. مش هسيب بقى البيت والعيال، لا مش هطلقك، لا مش هقولك اتطلقي، لا مش أبوكي وأمك، يعني دي في الآخر علاقات حتمية. لكن الصحبة اللي ضغط عليكي، الصحبة اللي دايما حطاكي في انتقاد، الصحبة اللي دايما بتستهون من أي حاجة بتعمليها، الصحبة اللي مش حاسة بيكي، الصحبة اللي كل ما اللي انت مريتي بمرحلة الانفصال عن الواقع وهم مش دريانين بيكي، وهم مش دريانين انت كنت بتمري بإيه. انت محتاجة ناس جديدة، محتاجه مكان جديد. انت بتعملي معصيه، بتعملي المعصيه دي عشان انت موجوده في وسطيهم، ابعدي عنهم عشان خاطر تعرفي تبعدي عن المعصيه. لكن ما تبقيش لازقه فيهم ومعاهم وتقولي لي اصل المعصيه صعبه عليا مش عارفه ان انا ابطلها. طب ايش دخل المعصيه بالصدمه او بالموقف؟ ما هو دايما الهروب من المواقف ناس كتيره جدا بتروح منه بالمعاصي للاسف. في يعني فكر منهم ان هو هيبقى فيه النجاة. ناس بتشرب، ناس بتتعاطى حاجة، ناس بتقع في علاقات محرمة، ناس وناس وناس لإحساسها ان هو ده النجاة هيكون فيها. فانت بعيدوا عن المكان والاشخاص اللي وقعت معاهم في حاجة غلط او اللي بيساعدوك على حاجة غلط، لان طول ما هم قدامك طول ما هيفكروك بالحاجة الغلط اللي انت عملتها، وطول ما انت هيبقى صعب جدا ان انت تخرج منهم لبيئة آمنة. انت تقدر تكسر القيود اللي ماسكاك في الارض، انت تقدر تتنفس، انت تقدر تصرخ بصوت عالي والكون اللي حواليك مجبر ان هو يسمعك. ما ينفعش ان انت تفضل تصرخ بصوت عالي ومحدش سمعك. انت من حقك ان انت تعيش حياة مختلفة. مش ضروري يعني تكون حياة سعيدة، محدش يقدر يوعدك بحياة سعيدة، لكن حياة مبذول فيها مجهود في محاولة ان هي تكون حياة طبيعية. انت انسان، من حقك ان انت تحس بانسانيتك وبشريتك، من حقك ان انت تتألم ومحدش يستهون بألمك. محدش يقولك الموضوع بسيط، لا، الموضوع طول ما هو مأثر فيا يبقى مش بسيط. بسيط بالنسبة لك لما يجي لك بقول عليه بسيط، بس طول ما هو مأثر فيا يبقى مش بسيط. ما تستهونش بألمي، ما تستهونش بجرحي، ما تستهونش بالحاجة اللي عاملة لي أزمة كبيرة. ده حقك كإنسان. لو انت مش حاسس ان المجتمع والبيئة اللي حواليك حاسة بحقوقك دي، يبقى انت في المكان الغلط. وما تقوليش تاني العلاقات الحتمية، انت حواليك كتير جدا من العلاقات الاختيارية. انا بتكلم عن علاقاتك الاختيارية اللي انت من حقك ان انت تختارها، من حقك ان انت تغيرها، من حقك ان هي تكون شبهك، من حقك ان هم يستحقوك عشان انت في الاخر تستحق. اتمنى لو كان الفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب وان انتوا تعملوا كومنت، لان ده بيفرق جدا جدا في انتشار القناة. والناس اللي بتسألني على الاستشارات هسيب لكم الرقم فوق للتواصل على الواتساب لحجز الاستشارات. واسيبكم دلوقتي في رعاية الله. السلام عليكم.